حلوين يا عيال. لعبنا قدام أبطال أوروبا، ما لعبنا قدام الجزائر. منتخب ثقيل ومفجر، كأنه تشكيلة فيفا. والله مرة ثقيل، مرة ثقيل المنتخب ده. للأمانة العناصر اللي في منتخب الجزائر كل واحد يقول لك الزود عندي. احنا نورط بالتبديلات عادة، بس اليوم تبديلاتنا كانت في مكانها يعني. مع النتيجة هذه منتخبنا قدم مباراة جدا كويسة. يعني لا تحكم بالنتيجة بس. من الأخطاء اللي تصير عندنا الكورة في وسط الملعب، لما يكون الفريق اللي قدامك أو المنتخب ضاغط عليك، مفروض يكون لعب الكورة أسرع، لدرجة أنه لازم يكون عندك الإمكانية أنه تلعب الكورة بلمسة واحدة. هو للأمانة هذه ما عندنا، مرة ما عندنا، ما نقدر نسوي كذا. يبالنا نجتهد أكثر. اليوم المستوى كان كويس، ما كان بطال والله. أهداف الجزائر هفوات، أخطاء يعني. مع ذلك جاتنا كم فرصة خطيرة قبل لا يسجل الجزائر أصلا، وبعد ما سجل برضو. وهذه المشكلة الثانية اللي عندنا في المنتخب، نحتاج لاعب صندوق يخلص. رينارد لأنه ما عنده الأسماء اللي يبغاها أو الإمكانيات اللي يحتاجها في نص الملعب، فيضطر يرجع فراس عشان يكمل النقص اللي في الوسط، وكذا فراس بيرجع يدافع. وشفنا اليوم تقريبا فراس أكثر لاعب يجري في المباراة، ما شاء الله تبارك الله. أبو الشامات ما قصر، سالم ما قصر، مع أنه سالم وأبو الشامات عليهم رقابة مرة ما هي كويسة. مرة ما هي كويسة الرقابة دي، لما يكونوا 4 لعيبة جنبك مو شيء كويس والله. وبهذه المناسبة أحب أقول لإعلامنا الله يرحم أمك، أي لاعب من المنتخب السعودي يمدحونه الجماعة لا تطلعوا المقابلة دي نهائيا، لا تطلعوا، لأن بتضرنا أقسم بالله. مع ذلك فراس وسالم اليوم قدموا والله مباراة كويسة، صنعوا كم فرصة، حاولوا. ضاعت فرص للأمانة سهلة، بس مو غريبة على منتخبنا. تقريبا لعيبة المنتخب كلهم بيضيعوا قدام الباب، ما أدري إيش يصير فيهم، بس قدام الباب بيضيعوا. مباراة متوازنة بوجهة نظري، بغض النظر عن الأهداف.